بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبسولة جديدة، كبسولة قانونية نتناقش فيها في بعض مواد القانون. اتكلمنا في الفيديو اللي فات على أنواع الوقف في القانون المصري أو في قانون المرافعات تحديدا، وقلنا إن في 3 أنواع من الوقف: الوقف الجزائي، الوقف الاتفاقي، الوقف التعليقي. واتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أول أنواع هذه الأنواع من الوقف، وهو الوقف الجزائي طبقا لترتيب المواد القانونية في قانون المرافعات. وقلنا إن هو الوقف الجزائي، وإن هو المادة بتحكمه المادة 99 من قانون المرافعات. ثم هنيجي للنوع الثاني من هذا الوقف، وهو الوقف الاتفاقي، وده بيحكمه المادة 128 من قانون المرافعات. وإذا كنا هنبسط البحث والدراسة في هذه المادة فلا بد إن احنا نطلع عليها. أولا، المادة دي بيقول فيها المشرع: يجوز وقف الدعوة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. وإذا لم تعجل الدعوة في 8 الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا الاستئناف. المعنى بسيط جدا، والمشرع أحسن في اختيار هذه الألفاظ. زي ما احنا قلنا، الوقف الاتفاقي هذا هو بينتج عن اتفاق الخصوم على وقف الدعوة فترة معينة من الوقت أمام المحكمة، بيغلي يد المحكمة عن النظر فيها. طب ده بيتطلب ايه؟ أولا بيتطلب وجود اتفاق بين الخصوم في هذا الشأن، إن هم اتفقوا على وقف الدعوة مدة معينة، ربما للتصالح، ربما لإعادة الأوضاع، ربما للتنسيق فيما بينهما، ربما لإيجاد حلا بعيدا عن ساحات المحاكم. طيب المدة اللي سمح بها المشرع، سمح المشرع بمدة لا تزيد عن 3 أشهر. يعني يجوز للخصوم ان هم يتفقوا على يوم، على اسبوع، على شهر، على شهرين، لكن ما يزيدش عن 3 أشهر بأي حال من الأحوال. يبدأ حساب هذه الأشهر أو هذه المدة من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق الذي تم بين الخصوم. ولكن هنا المشرع نبه حبيبي وحبيب رسول الله في جزئية مهمة جدا، ألا وهي إن هذا الاتفاق على وقف الدعوة جزائيا إذا كان يدخل فيه أي إجراء حتمي حدد له المشرع وقتا معينا، فلا يحول هذا الاتفاق بينه وبين الإجراء الذي نظمه المشرع. طيب أعجل إمتى؟ أنا خلاص اتفقت على 3 أشهر، هوقف الدعوة جزائي، هوقف الدعوة اتفاقا بيني وبين الخصوم، هوقفها شهر، هوقفها شهرين، زي ما احنا قلنا بحد أقصى 3 أشهر، واتفقنا على هذا الإيقاف وقدمنا هذا الاتفاق إلى المحكمة، والمحكمة أجازته أو أقرته وبدأنا احتساب الوقت. طيب لما أحب أرجع الدعوة تاني وأحب أعيد النظر الدعوة، أبدأ أشتغل فيها من إمتى؟ قال لحضرتك إن لازم خلال 8 أيام من تاريخ انتهاء هذا الوقف. أنا اتفقت أنا والخصوم على 3 أشهر، بمجرد انتهاء 3 أشهر دول أنا معايا 8 أيام بعديهم أعجل الدعوة من الوقف وأعيد سير الدعوة مرة أخرى. طيب عدت 8 أيام بعد انتهاء الوقف الاتفاقي وما عجلتش الدعوة، خلاص يجوز للطرف الآخر إن هو يعجل الدعوة ويحضر ويدفع باعتبار الدعوة كأن لم باعتبار المدعي تاركا لدعواه أو المستأنف تاركا لاستئنافه. إيه ده، إحنا بنتكلم عن المدعي وعن المستأنف؟ لأن هو صاحب المصلحة في الحكم في الدعوة. طب المدعي عليه اللي بطريقة ما خلى الميعاد عدى وخلى التجديد ما اتعملش، ويجي بعد كده هو عجل وجي في التعجيل بعد الميعاد وحضر الجلسة، بيطلب الطلب الطبيعي بتاعه عشان يبقى رابحا لدعواه باعتبار المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافه. ايه ده، يعني ممكن اعمل الوقف الاتفاقي ده في الاستئناف؟ ايوه يجوز في اول درجة ويجوز في الاستئناف، يجوز في الاثنين. الوقف الاتفاقي ده يجوز عليه الاتفاق في اول درجه ويجوز عليه في الاستئناف. الوقف الاتفاقي ده بيعتبر المدعي او المستأنف تاركا لدعواه، لانه هو الخاسر الوحيد في الدعوه. انا اقمت الدعوه ديت بطلب باجابتي لطلبات معينه، او عملت الاستئناف ده بطلب اجابتي لطلبات معينه في الاستئناف. فانا لما اخل بهذا الاتفاق وبخل بشروط اللي وضعها المشرع في تجديد الدعوه القضائيه، فانا لست محلا للحمايه، وبالتالي يقدر الخصم يحضر ويعجل هو الدعوه ويحضر ويدفع باعتبار المدعي تاركا لدعواه والمدعي او المستأنف تاركا لاستئنافه.
وده بيفرق بينه وبين الوقف الجزائي اللي قلناه في الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات لما اتكلمنا عن الوقف الجزائي قلنا إذا ما تعجلش في الميعاد اللي إذا حدده المشرع، أو عجل بعد هذا الميعاد، أو ما تعجلش خالص، فبالتالي يجوز او حصل خلل ان انا ما نفذتش القرار المحكمه كانت مديه واقفه عشانه، فيجوز في هذا الحال ان يحضر الشخص ويدفع باعتبار الدعوه كأن لم تكن. لكن في دعوتنا النهارده او في الوقف اللي احنا بنتكلم عليه النهارده اللي هو الوقف الاتفاقي، انا ما بعتبرش الدعوه كأن لم تكن، لا ده انا بعتبره تاركا لدعواه، ده ساب الدعوه بتاعته تاركا لدعواه، المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافه. وبكده نبقى خلصنا تاني نوع من انواع الوقف وهو الوقف الاتفاقي. يبقى كده تناولنا الوقف الجزائي في الفيديو السابق، ثم الوقف الاتفاقي في هذا الفيديو، وباذنك انت يا رب نلتقي في فيديو ثالث ان شاء الله في اخر انواع هذا الوقف وهو الوقف التعليقي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وان يجعل ذلك الامر وذلك الشرح في ميزان حسناتي وحسنات أبي رحمة الله عليه صدقة جارية على روحه الكريمة الشريفة إن شاء الله رب العالمين. وأسألكم بالله مشاركة هذا الفيديو والتعليق عما إذا كنتم استفدتم منه أم لا، حتى يعني نزود هذه الفيديوهات أو العرض إذا كان هناك استفادة، أو نطرح وجه آخر من أوجه العلم إن شاء الله كصدقة جارية على روح والدي رحمة الله عليه. وأسألكم الدعاء لي والوالد رحمة الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.